ابويا، او بالاصح ابويا هاوش امي، لانها كانت حتى كلمه ما تردها عليه، وبس لو تناظر نظره كذا مثلا تعرفون نظره الصد كان ينزل فيها ذاك التأديب. من اشوفهم يبدون يتهاوشون على طول اركض غرفتي واتخبى تحت السرير، ما كنت ادافع عن امي لو ثانيه. الى يومكم هذا انا ندمانه، ليش ما اصارخ عليه؟ ليه ما اقول ليه تلمس امي؟ ما كنت اقول ولا شيء، كنت اخاف منه حيل حيل. حتى مرة من المرات كنا بالمطبخ، أمي قاعدة تجهز الطلعة، كانت قاعدة تسوي أكل بسيط وتاخذه معانا، كنت قاعدة أطالع فيها وكان وجهها كله كدمات. قلت ماما أنا آسفة، وكنت قاعدة أبكي وأنا أتأسف، وتقول لي تأسفين على إيش؟ قلت أسفة إني ما أقدر أدافع عنك ولا أقدر أحميك، أتمنى إني قوية أقدر أحميك. قالت لي لا تفكرين زي كذا، وعادة تأسفين ومو غلطك، حمايتي مو مسؤوليتك أنت. وقعدت أبكي، بس هي كانت ماسكة البكي، واضح إنها تبكي. المهم بعدها ضبطت نفسها، حطت ميك اب يخفي العلامات اللي على وجهها وطلعنا. كان ابويا طالع مع اخويا كذا شله، حنا طالعين بالمنتزه والحريم شله، كل واحد يعني بجهه. وقتها كل مستانس وشتو حاطين الحلويات والاكل وكل وحده جايبه شيء. الحريم واضح انه مع ازواجهم كان يعني مبسوطات، عكس امي كنت اشوفها وحده تنادي زوجها تقول له تعال تعال، وعادي يقوم من عند الرجال ويجي يكلمها. انا لو امي تسوي كذا الله اعلم وش راح يصير. الأطفال يجون كذا عند أمهات ويركضون يقول ماما عطينا فلوس بنروح ناخذ من هذه عربة الآيس كريم، تصير عندهم منتزهات. وكان الأمهات ويعطونهم فلوس يروحون يجيبون آيس كريم. أنا أمي ما كان بيدها فلوس، صح انها تشتغل، بس للأسف أبويا كان ياخذ كل راتبها كامل، يعني صرفتها بيد أبويا، فما كنت أقدر أطلبها. وابويا كنت اخاف منه. المهم كنت اغار من الاطفال الثانيين واقول ليش احنا ما احنا زي، وليش احنا ما احنا سعيدين، ليش امي قاعده تبتسم قدامهم وما تخليهم يشوفون الحقيقه. الا وحده بالحلم تحط مكرونه بالبشاميل ويبدن ياكل. امي كانت كذا تاخذ اللقمه وتدخلها داخل كذا وتاكلها وهي مغطيه، يعني ما كانت ترفع بعدين تاكل، ما ادري شلون اوصف لكم، بس كانت كذا تسوي. وحده بالحلم قالت انتبهي بعدين بيوسخك ويخربك، عادي ارفعي. قالت لا قالت بحد شايفك يعني وقت ترفعين خفيف. المهم امي هنا سوت ما ادري كيف، لكن ابويا شافها الا جوالها يبدا يدق ويقول كذا بالحرف الواحد يا مرة امشي وجيبي بنتك معك. امي يعني هنا قاعده تتراعد والحين طلع فيها قال وش فيك عادي قولي يا بنادي يعني تاخر شويه. قلت امي لا قلت خليه يروحون الرجال وحنا نوديك. قالت امي لا انا بروح. المهم اول ما ركبنا السياره اللي يقول انا اشوف قاعد تحط مكياج وهي تبي تتغطى، الحين فهمت بين الرجال يشوفونك. هنا امي ما مسكت نفسها وتقوم تصرخ قالت حطيت مكياج، حاطه كونسيلر على عيني وخليتها بالمره بيضة عشان اخفي اللي تسوي فيها. يقول وحده ما تعرف تزين نفسها كلها بسبتك انت. صارخ قال لا ورحتي كشفتي وجهك تبينهم يشوفونك، يعني ما بس رفعت خفيف تبي تاخذ اللقمه قال انت قصتها تبين الرجال يشوفونك. المهم ويهاوشها مهاوشه وقاعد تخلي السوق كان يسرع فينا وتقول خفف خلطه حصيبك بعدين بنتك معنا، بس ما كان يهتم. بس طبعا كلمة بنتك معنا ما لها كارت عنده. المهم وصلنا البيت ونزل فيها ذاك التصفيق اللي الله لا يوريكم، كان بالمرة قوي لدرجة اني اول مرة اشوفها تطيح على الارض وما تقوم بعد اللي سواه. المهم راح وتركها وانا ظليت عندها ابكي، بس ما كانت ترد، ما كانت تهديني زي دايم وتقول لي لا عادي يا مهرة، لا كأنه انكسر فيها شيء. ظلت يمكن ساعة واكثر، انا حسيت كأنها سنة. بعدين قامت بكل برود، مي ام اللي نعرفها، النظرة بعينها كانت مختلفة. مسكتني من يدي واخذتني دخلتني عند غرفتي، راحت قالت لي تروشت بدلت ملابسي ضبطتني كذا ومشطتني ولبستني لبس كشخة. كنت اقول يما وش السالفة؟ قالت لا بس ابى اشوف بنتي جميلة مهرة. وقتها انا كان عمري 7 سنوات. المهم بعد ما ضبطتني قالت خلاص روحي نامي على السرير. قلت يما انا لابسة فستان. قالت نامي وانت كذا حلوة. انا صراحة خرعت. المهم رحت انام بس ما نمت، ما قدرت، انسدحت على السرير وهي طاحت برا الغرفة وكان الباب مردود وكنت قاعدة أطالع فيها بشوف وش تسوي، بس كنت أحس إني لازم أنام. تعرفون النوم كان بادي يغلب علي وحاول أقومه ما كنت أقدر، وطالع كذا وعيوني كلها تغمض إلا أشوف أمي كذا مرة من عند غرفتي وبيدها شنطة وتبي تنزل تحت. ما كانت فيها قوة إني أقوم مكاني. ذيك الليلة نمت وما أصحى إلا والبيت فاضي تمام. نزلت تحت أدور أمي أدور أبويا، قلت أنا وش صار؟ يكون أمي راحت وتركتني، يمكن هي وأبويا سافروا. المهم طلعت من البيت ورحت أسأل جارتنا، قالت ما أدري أنا ما سمعت شيء ولا شفت شيء. قالت خلاص يا مهرة اجلسي عندي إلين تجي أمك. قلت لا أنا بروح عشان أمي ما تزعل شفتني من بالبيت. قالت لا أنا أقول زوجي يكلم أبوك ويقول يمكن عندنا. المهم قعدت فعلا عندها وقعدت ألعب مع بنتها الصغيرة، كانت قدي، قعدنا نلعب وقعدت تحط لنا سناكات وأنا ماني داري حتى وش صار. إلا بعدها بتقريبا كم ساعة يجي أبويا وياخذني. طلعت أنا وياه وكان ماسك يدي، كان وجهه بارد ولا كأن شيء صار. طلعت فيه قلت وين أمي؟ دورتها بالبيت ماما أمي موجودة. قال هو خلاص أمك راحت. قلت راحت وين؟
قال لي خبله ما تعرفي وش معنات راحت. قلت انا فاهمه بس راحت وين؟ قال خلاص تركتك. قلت امه هربت وتركتني؟ هذا اللي جاب بالي. قال له لا امك انتقلت الى رحمه الله، يقولها بكل برود. قلت كيف؟ انا هنا انهارت، صرخت عليه لاول مره. قلت انت سويت فيها شيء؟ قال لا حادث، شكلها طلعت امس بالليل تبي تهرب مع صديقها وصار اللي صار فيها، تستاهل. انا هنا قلت تكذب ما صدقته، وجيت اركض كذا ودق دقه. قلت انت مسوي فيها شيء، انت سويت فيها شيء. الا يتلي معشوش يقول يا قليله الادب تتهمين ابوك وتتبلين عليه، وينزل فيا ذاك الدق. اول مره يدقني، دايم كان يدزني بس امي كانت تقف بوجهها. بس هالمره سمعت خبر اللي صار بامي، بعدها هو دقني ذاك الدق اللي ابد ما عمري حسيت زيه. بعدها صرت ما انطق عليه كلمه واحده، يا اني صرت اخاف. حتى صباح الخير ما صرت اقولها له. كنت ابكي على اللي صار بامي، بس بنفس الوقت ابكي من الخوف. عشت تحت ظله وانا اشتغل زي الخادمه ببيته. حتى المدرسه كنت اغيب عنها كثير، ودايما يسالوني المدرسات وش السالفه؟ ليه؟ فيحسبون اللي صار بامي هو اللي يخليني اغيب. بس درجاتي بدات تنزل بشكل فظيع، على اني بنت شاطره واقدر اصير ممتازه وذكيه، لكن للاسف كنت انجح على الحفه، تعرفون كذا مقبول. كانت هذه درجاتي بسبه مالي وقت ادرس، وبسبه اني اغيب كثير. أول بداية كنت أبكي وأنكر، بس مع الوقت تعودت. هذه حياتي، كنت بس من المدرسة إلى البيت ومن البيت إلى المدرسة، ما عندي مكان ثاني، وأشتغل ببيتي وأطيع أبوي وأعتل فيه. حتى كنت مسوي مزرعة بالحوش حقنا كذا، زارعة فيها نعناع وجرجير، وفي منطقة ثانية حاطة فيها ورد. كنت كذا هذه تسيتي، أجي وأجلس مع زرعي وأعتل فيه، لأن جوال حتى ما كان عندي، كان أبوي يمنعني. وأحيانا أتفرج على التلفزيون ساعة واحدة لي مسموح لي. وتسليتي مرة بالسنة يجون أقاربنا يسلمون على أبويا وأتونس معاهم يوم يومين بعدين يسافرون. ما كنت أقدر أقول كلمة. أبويا إذا سمع إن في أحد بيجي من أقاربنا كان ما يمد يده علي عشان ما تطلع فيها كدمات ويلاحظونها، وأنا ما كانت عندي جراءة أتكلم. كنت أقول شو بيسوون يعني مثلا. كنت أستانس معاهم، يغيرون جو ويجيبوا لي الهدايا. المهم مرة من المرات كنت بحوشة، كنت جالسة بجنب زرعي وقاعدة أقرأ كتاب جابته إلي بنت عمي، كانت رواية، وكنت يعني أول مرة أقرأ هذا النوع من الرواية. إلا في نص قراءتي تجي كذا كورة طايرة من عند السور وتطيح قدامي بحوشها. أنا جيت أخذتها بقوم أرميها يعني على الجهة الثانية عشان تروح للناس اللي رموها. كنا واحد من البزرة اللي يطق باب بيتنا، طق 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 طق. قلت مين؟ إلا صوت بزرة تقول الكورة حقتي طاحت عندكم. أنا هنا فتحت الباب وبعطيها كذا الكورة، هي أخذت الكورة ووقفت. أجي أسكر الباب تقولي هذا وشو؟ تأشر على الزرع حقي. قلت أنا أعجبك؟ قالت هي إيه مرة حلو. قلت بتشوفينه؟ قالت هي ما أدري. قلت عادي ادخل. هنا البنت دخلت وراحت تشوف الورد، قالت طالع فيه وتقعد تمدح فيها. انا قلت انا اللي زرعته. قالت كيف؟ اللي سالها قلت وين اهلك؟ وين امك؟ قالت ما عندي ام. قالتها كذا بكل بساطه. انا هنا حزنت عليها ونسيت الباب، نسيت اسكره ورحت اهديها. قلت لها عادي ما فيها شيء، حتى انا ما عندي ام. قلت لا عادي، عندي خوات واخوي الحمد لله يعتنون فيا. قلت انك شاطره. المهم وتروح تاشر. قالت حنا اللي بجنب بيتكم مو جيراننا على طول، لا اللي بجنبهم. قلت هي انتوا العائله المنطقه الجديد؟ قالت هي ايوه. المهم نص سوالفنا اللي تخيل الباب كان مفتوح كذا شويه، اللي يجي واحد كذا صوت رجال اسمع يقول نهى ليه دخلتي؟ المهم وهو جاي الا يلمحني. انا وقتها قمت ركض مكاني ورحت تخبيت ورا الباب. هو قاعد تأسف، قال بس ابي اختي دخلت بيتكم. انا وقتها هنا خفت، حتى هو صوته ارتبك انه شافني بالغلط. قلت لا عادي، انا كنت خايفه ان ابوي يدري اكثر مني خايفه ان هذا شافني. المهم طلعت البنت وسكرت الباب ونسيت كتابي بالحوش. رحت ركض غرفتي وجلست فيها وكنت خايفه. قلت الحين ابوي يجي وراح يدري اني سويت كذا، راح يقول اني تعمدتها لو اني مالي دخل. المهم ظليت خايفه الين رجع ابويا من شغله، رجع متاخر بالليل واسمع فتحه الباب. انا هنا دموعي بدات تنزل من كثر ما كنت خايفه. لو اني احاول امسك نفسي ويجي يركب، اسمع يركب الدرج ويجي عند غرفتي ويفتح الباب. قلت خلاص بس رحتي فيها يا مهرة. اللي يقول وش اللي صار بالحوش؟ طلعت فيه قلت وشو؟ وكنت مرتبكه. قلت اكيد انا اعرف. قال كتابك ناسيته، وقومي زدته كذا على السرير. وش فيك تبكي؟ قلت ها لا بس اني تذكرت حاجه. قالوا ليكون على امك الفاشله. قلت لا اصلا ما اتذكرها. قال لي زين لا تطرين حتى السماء، وسكر الباب وروح. الحمد لله طلع يحسبني نسيت كتابي جاي عشان يعطيني، ما درى ولا شيء. ارتحت بعدها. وهو طالع قال لي اقوم انزل اسوي العشاء. فعلا نزلت وسويت العشاء ومر اليوم الحمد لله بخير بدون ما يكمخني ولا شيء. المهم اليوم اللي بعده ابوي قال لي تجهزي بنروح لعمتك عشان تنظفين بيتها. انا هنا قعدت اتأفف ويطالع فيها. قال وش فيك تأففين؟ وحصب على طول اني قاعده اتأفف. ما تبي تساعدين عمتك؟ قلت لا يبا مو كذا، بس مشكلة عمتي بيتها ما شاء الله بالمره كبير وعندها بنات كثار، بس تخلي التنظيف اذا جيتها
كله علي انا، تستغلني. قال يلا تجهزي وامشي بنروح. المهم وحنا طالعين الا اشوف مهرة مع اخوها الكبير واخواتها الثنتين يبونكم السيارة. هي لاحظتني طالعة من بيتنا الا تلف وتقول لي هيه انت البنت اللي امس كذا، وتأشر. ابويا هنا طالع فيا وجاء مسكني كذا مع يدي باقوى شيء وقاعد يجرني. قال من وين تعرفينها؟ انا كنت متغطيه ما ادري شلون عرفت البنت انها انا. المهم وروح عندها وقول من وين تعرفين بنتي؟ وين شفتيها؟ كذا بصوت عالي نافخ عليها. خوات البنت كان كذا بجنبها وطبعا قال هي انت تافخ عليها. بالجهه الثانيه من السياره كان اخو البنت اللي يرجع كذا يلف ويقول بصوت كذا مبحوح صار شيء. ابوي التفت تبيناه اقرا ويقول انت وش الا كذا يقمط العافيه وشافه. الولد كان لابس لبس الضباط. عاد ابويا خواف اللي بس ينافق على الحريمه وقد يكمخ فيهن. يوم شاف واحد زي كذا قمط العافيه وتغير قال لا لا ولا شيء شكلي غلطان. يسحبني سحب. قال هو دقيقه في شيء صاير شيء وطالع كذا فيه ويقول صاير شيء كذا كأنه بنبرته اذا ابوك اديك تكلمي. قلت انا لا لا. قال ابويا تردين ما صاير شيء بس بنتي خبله شكلها لخبطت بالناس. امشي شركب السياره تعالي بنتي عادي خبله قد تهزى فيا. وانا بس خايفه يتكلمون عن اللي صار بامس. قلت اكيد ابوي بخلص عليه زي ما خلص على امي بس يوم فتحت كذا خفيفه بتاكل وش بسوي فيها انا اذا الواحد لمحني. المهم وطالع فينا ذيك النظرات تضابط. يوم ابويا قال ما في شيء سكت. ركبنا السياره ورحنا عند عمتي وانا اكدت ابويا ان البنت شكلها ملخبطه. المهم وصلت وقعدت اشتغل مع عمتي وكنت افكر بيني وبين اني لازم احط حاجز بيني وبينهم لان ذاك ضابط اكيد راح يدري اللي يسوي فيه ابويا ولو يدري وش بيسوي هل بيقدر ينفعني. ما اتوقع. ابوي بخلص عليه بيطلع منها بريء وانا اللي اكلها. المهم قلت لازم احط بيني وبينهم حاجز وانتبه وما اكلمهم. كنت ما انظف واضح اني سرحانه. تقول عمتي وش في سرحانه ما انت بعقلك. قلت لا عادي الحين خلاص بركز. قالت لي يكون عاشق. قلت لا والله ماني عاشق. تقول كذا ابويا قلت وش بيسوي؟ قلت تضحك. قلت تكفين يا عم لا تقولي كذا لو انه مزح. قعدت خلاص. المهم بعدها رجعنا البيت بالليل الا طق باب بيتنا. انا نزلت وفتحت الا هي البنت الصغيره نهى وكان معاها اكل جايبته وتقول اختي دلال سوته خذي. قالت لي اقسم لكم منه. قلت لها شكرا يا حلوه يلا بسكر الباب. قالت لي لا دقيقه عادي اشوف الورد. ارتبكت. قلت لها بس ابويا موجود. قالت لي طيب اخويا سمح لي. قلت انا اوكي خلاص ادخلي بس 10 دقائق بعدها تطلعين. قالت لي اوكي. المهم رجعت وقلت تسالني عن الورد اللي انا زارعته وقعدت اكلمها عادي. في البدايه كنت اكلمها بكل برود الا اشوفها فعلا مهتمه يعني تحب الاشياء زي ما احبها الزرع. فبديت اشرح لها. انا صراحه استانست لاني اول مره اشوف احد مهتم بزرع زي الباقيين كلهم كانوا يشوفونها يحسبونها كلها نفس الشيء. مثلا الورد يحسبونها نوع واحد مع ان كان كل وحده ازرعها نوع بس ما حد يلاحظ. اول مره اشوف احد يفهم بهذه الاشياء. وكلمتني قالت ان اخوها يشتغل ضابط واسمه صقر هو اللي يعتني فيها هي خواتها الثنتين دلال ومي يدرسن بالمدرسه. مي اطلعت بنفسها في انا وياها مو صداقه ولا شيء بس اني اعرفها يعني من بعيد. ودلال اختها بالمتوسط. كم من مرة تجي عند بيتنا مر أسبوع على هذا الشيء. المهم إلا مرة من المرات تدق باب بيتنا. أنزلت سريع على بالي خاصنها نهى وارجع بفتح الباب. قلت دقيقة اصبر يا نهى. يوم جيت بفتح أسمع نحنها. أنا هنا بعد قلت هلا الصوت صوت رجال. قال هو لا أنا أخو نهى صقر. ارتبكت وقلت نعم. قال هو أكيد تقولين وش جايبك. أنا آسف بس أختي أشغلتني. قلت لازم تجي وتقول لها إني أنا ما راح أجي اليوم. قلت كيف؟ قال اختي نهى تعبانه مو راضيه تشرب علاجها الين اقول لك. قلت وش فيها تعبانه بسم الله عليها. قال لا تخافين تعب عادي بس انها هاليومين ما راح تقدر تجي. قلت اوكي. ويوم جاء بيروح قلت اصبر ابعطيك حاجه. ورحت ادخل داخل واغرفها من الشوربه اللي انا مسويتها كانت حلوه وتنفع الناس التعبانه خاصه اذا زكمه. وجيت وعطيته. قلت خذ كذا. فتحت الباب شويه ومديت يدي ومعي الشوربه. قلت خلها تشربها زين المزكمين. قال شكرا ما قصرتي. اخذها وراح. صراحة أنا ارتبكت وما أتكلم معه لأن أنا ما قد كلمت عيال نهائيا يعني حتى أقاربنا عمالي وعيالهم ما كنت أتكلم معهم كنت أستحي حيل. المهم بعدها بأيام اللي يجون عند بيتنا طق باب بيتنا إلا هي نهى. تعذرت وقلت تعالي اليوم الثاني. قالت لي لا ليكون مزكمة خليني أعتني فيك. أنا جيت أنا وأختي دلال. قلت أنا لا ماني مزكمة ولا شيء بس أصر. المهم وقتها أنا ارتبكت وقمت كذا أخذت شعري كله ولفيته على عيني يعني عيني اللي صار عشان ما تبي. حطيت كل شعري عليها وفتحت الباب. دخلت دلال ومعاها نهى وطلعت فيها دلال كذا نظرة غريبة. استغربت. قالت هي أنت اللي مع أختي مي؟ قلت لها أيوة. ودخلنا نسلم عادي وقدم معايا وكانوا طالعين فيها. قالت مهرة ليه أنت حاطة شعرك زي كذا على عينك؟ قلت لها لا أحلى تسريحة اللي تقوم وتوخر شعري عني. تقول وجهك حلو لا تخبينا زي كذا. يوم وخرتها إلا تبان الكدمة اللي سواها أبويا بوجهي. عاد هو كان كذا بدون سبب تحسبوني عشان معصب ولا لا ما كان واعية وصاقني ذيك الصفقة. المهم أنا حاولت أخبيها. قالت وش فيها عينك؟ من سوى فيك كذا؟
قلت لا ولا شيء، طحت وأوجعتني. قالت هي كيف طحتي وشون صارت زي كذا وتبدأ تاني أشرح. المهم هنا دلال ارتبكت، قالت خلاص خلي البنت مالك دخل. حسيت انها خافت وبنفس الوقت ارتبكت. بعدين اعتذرت قالت خلاص نرجع البيت. قلت انا عادي روحي. المهم قالت نهى لا خلينا نقعد معاها نساعدها ونجلس معاها. قلت لها ماني محتاجه حد. قالت لها امشي خلاص، وكانت مرتبكه. قلت خلاص بعد هاليوم ما راح يجن عند بيتنا، اكيد انا خافه. اطلعت دلال وهم طالعات الا هذا ابوه راجع البيت وشافهن. بعدين دائما ادخلهم يكون ابوي موجود، اذا موجود ما حد يدخل البيت الا ابوي ناتر يقول من هذيل. قالت دلال احنا وكذا بصوت مرتبك وخايف، واضح انها عرفت ان ابوي اللي يسوي في كذا وتأشر نعيش هنا. يوم درى ان خوات الضابط اللي يقول هلا فيهن، خلاص يلا حباتي روح البيت كل وقت متاخر. يوم راح اللي يدخل البيت وقعد يهاوشني، يلي ما تستحين تدخلين الناس ببيتي، هذا مو بيتك مو بكيفك تعزمين الناس. وينزل فيها ذاك التأديب، يقول صبخه الوحده بعينك ما نفعتك تبين الثانيه. وغبت اسبوع انا بعدها. بعد ما طبت رجعت اداوم، وانا رايحه المدرسه كنت امشي الا في سياره شرطه خيوط كذا تيجي تمشي وتقف قدامي. انا هنا طارع عقلي، قلت انا وش جايبهم هذول؟ يكون ابوي مسوي شيء وجاي يقبضون علي بسبته. واجي احاول اتعدى السياره الا طنب اللي فيها. انا خلاص قمطت العافيه. ويفتح الباب وينزل منها، كان لابس كذا قبعه ونظارات، فانا ما عرفته اساسا، يعني ما اعرف شكله زين عشان اميزه. اللي يقول انت مخرة صح؟ الا ابدا ارتبك وارجع على وراء. قلت نعم انا وش سويت غلط وكنت خايفه. الا هو يضحك قال لا ما سويت شيء غلط. اللي قرب زياده يقول انا صقر اخو نهى. قلت اها هلا وش ابغى؟ قلت يكون بيهاوشني اكيد ان اخته علمته. قال هو انت محتاجه مساعده؟ قلت كيف؟ قال هو في احد يزعجك؟ اذا في احد يزعجك او شيء تكلمي راح اقدر اساعدك. باسلوب يحاول يعني يقولها برود، ما يقولها كذا بالصريح ان ابوك خمخك، لا بس كان يبيني اتكلم انا من نفسي. قلت لا غلطان يا اخوي. قال هو انت متاكده اختي قالت علي شافت؟ قلت اختك غلطانه، انا قلت لها اني طحت، وانا صراحه من النوع اللي خاف من الرجال فكنت ما ارتاح معاهم ابدا، بس هو يمكن كلمني ما كنت احس انه ناوي شر، كنت احس شويه براحه، بس كنت ارد عليه واقول له لا انت غلطان. قال متاكده؟ قلت انا ايوه. اللي يطلع كذا ورقه ويكتب فيها رقمه. قال خذي اذا احتجتي شيء دقي عليه، المشكله ما عندي جوال. قلت شكرا، اخذتها بس عشان بيه يروح. المهم وهو راح يحرك السياره عفشت الورقه ورميتها، بس شكله شافني من عندي مرايه، كان قاعد يطالع شافني وانا ارمي الورقه. دخلت بعدها مدرستي ورجعت البيت وانا مرتبكه وقلت لازم اقطع علاقتي فيهم. صرت نهى اذا جت ما ادخلها واجيب كم عذر. على شوي صارت بعدها ما تجي. بعدها تقريبا مر اسبوعين من كثر ما كنت اقولها لا تجي صارت ما تجي. الا مره طق باب بيتنا وانا نزلت تحت قلت مين ما في احد. فتحت الباب الا الاقي كيس فيه حلويات وداخله ورقه. اخذته استغربت، قلت يعني من اقاربي اكيد انا واحده من عماتي ارسلتها لي. اخذت الكيس صعدت على غرفتي لاني متعوده يرسل لي هدايا واغراض. المهم يوم فتحته الا الاقي داخله ورقه. اخذت الورقه استغربت، بالعاده ما يصنع يعني داخله ورقه ولا شيء. دقنا على تليفون البيت ورد عليهن، غير كذا ممنوع اني اكلم جوالي كذا، ابوي ما ينعم هذه الاشياء. المهم الا الاقي ورقه قريتها مكتوب فيها انا اسف ان انا ازعجتك بطريقك في المدرسه وقطعت علاقتك بالكل بسبتي، وكاتب انه صقر. يوم شفت اسمه انا على طول حسيت اني فزيت وخفت، مسكت الورقه من الارتباك وحطيت تحت مخدتي لاني سمعت صوت ابويا جاي، واخذت الحوت حطيته تحت السرير، مع ان ابويا متعود يعني على عماتي يرسلي فما كان يحتاج اني ارتبك زي كذا، كنت اقدر اكذب بس انا خفت. اللي يدخل يقول من داق الجرس؟ قلت ما في. قال كيف ما في؟ قلت يمكن واحد من البزران، وكان واضح اني مرتبكه. قال وش فيك؟ ليه كنت تكلمين لك احد؟ قلت والله ما اكلم اي احد. قاعد طالع يمين يسار، بعدين قال خلاص اهم شيء لا اشوف حركات امك تسوينها، وسكر الباب. انا وقتها ارتبكت، قلت وش اسوي؟ مسكت الحلويات كنت بروح اكبهم بالزباله، قلت اذا اكلت معناته اني موافقه على هذا الكلام اللي بيني وبين هذاك، وابوي ما نعمل هذه الاشياء. المهم فعلا اخذت الحلويات ورحت الله يكرمكم وكبيتها بالزباله وهم كاملات، ما اخذت منهن ولا شيء لاني كنت خايفه من ابويا، وبنفس الوقت انا صرت اصلا ما ادخلهن، مو بس لأنا جا وقفني بالطريق لان ابويا مانعني. المهم وانا بجي ارجع لغرفتي الا ابوي كان داخلها قبلي، تخيلوا كان شاك فيها وقاعد ادور بالغرفه، ومن غباء نسيت ارمي الورقه وشافها تحت مخدتي، وصار يحسب اني اكلم لي واحد واقطع معاه وين هذه الرساله شيء وهي اصلا شيء ثاني. اللي صار بدون يسمع كلمه او يعرف اي شرح كذا جاء الطيران وشد من شعره ونزل من الدرج وهو يسحبني السحب، ونزل فيا ذاك الدق اللي الله لا يوريكم، دقني دق ما قد شفته بحياتي، وذكرني باللي سواه بأمي يوم طلعت وما عاد شفتها. قعدت أبكي واترجاه لكن أبويا ما نفع فيه ولا كلمة ولا رحمني. المهم بعد ما خلص من دقي قال مصيرك مصير أمك،
أنا فهمت إنه بيخلص عليها زي ما خلص عليها. رماني وراح للغرفة وهو مسرع. أنا أتذكر إن أبوي بغرفته فيها سلاح، فكنت خايفة. يوم شفت رايح لغرفته كذا ارتبكت، ما كان فيها تفكير. أخذت عباتي لبستها وطلعت برا البيت بدون حتى أحسب الحساب لأي شيء، ورحت ركض. البيت صقر. هو قال لي إذا احتجت شيء تعالي، فكنت متمسكة على هذا الأمل وبدون أي تفكير بدون أي حساب رحت البيت دقيت الباب، إلا هذا هو يفتح الباب طالع فيا. يوم فتح الباب صقر، ما عرفني في البداية. قال مين؟ كنت قاعدة أبكي وبنبرة مكسورة قد ساعدني. يوم عرف إن أنا سمع صوتي إلا يمسكني ودخلني دخل وقول لي اشرحي لي وش صار. قلت له سكر الباب سكر، الحين يجي أبويا. المهم يوم قام هو بيسكر الباب بيتحرك، إلا هذا أبويا داخل. شاف وين أنا رحت، قال هو أها طلعتي مع هذا اللي كنت توعدينه وأنت تقولين ما صار بينكم شيء. هنا صقر قام وحطني وراه كذا، قال له لو سمحت خلنا شوي نتناقش. كيف تتكلم مع أبويا عادي؟ قال وش نتناقش؟ أنا الليلة بخلص عليها، هذه بتجيب لي العار. إلا ويطلع اللي بيده. يوم شافها صقر أنا هنا قاعد تصرخ، قلت خلاص أكيد راح يخلص علي. قال هو لو سمحت اعقل يا رجال، ويحاول يتكلم مع أبويا بالعقل، بس أبويا كان وسط معه. قال خلاص أخلص عليك أنت وياها. ويطالع صقر طول الوقت يتأكد إن خواتها مو موجودات. الحمد لله كانوا فوق فما نزلت. شكل سمع صوتنا بس شاف إن أبويا بيده هذاك فما جد. إلا صقر يقول خلاص دامك يعني مصرت بتاخذ بنتك خذها. إلا أنهار. قلت حتى هو ما نفعني، أنا الغبية اللي وثقت فيه. ويجي يقرب من أبويا وأنا كنت وراه أترجاه إلا يقوم يدفني. تخيلوا كنت متمسكة فيه إلا يدفني وخليني أفك. يوم فكيت قلت خلاص أبويا بياخذني وبخلص علي الليلة. إلا يقرب كذا صقر من أبويا ويقول له يلا تعال خذ بنتك. أنا على بالي جد بيروح يسلمني له. إلا يقول ما لومك، أمثالها ما منهن إلا وجع الراس. زين إن فيه رجال لا زالوا زيك وزي تفكيرك. أبويا صدق وقتها وارتخى شوية. إلا يقرب من عنده صقر ويحاول يسحب منه السلاح. تهاوش بلحظتها، هو بياخذ منه وأبوي كان يدف. وما أسمع إلا صوت طلقة. وقتها حسيت إن الزمن وقف وخلاص انتهت حياتي. كنت خايفة بشكل ما تتصورونه. بنفس الوقت كنت خايفة على صقر مو على أبويا. بذيك اللحظة طلعت جد أصابت صقر لكنها أصابتها مع رجال. بعدها قدر يسحبه من أبويا وقدر يكتف أبويا ويدق على الشرطة يجون ياخذونه. صقر راح للمستشفى وأنا بقيت ببيته. أصر علي إني أبقى طول فترة التحقيق. كانوا يسألون وش السالفة وكيف كان أبوي يعنفني. علمته على كل اللي صار. احكموا عليه 15 سنة. ولأول مرة حسيت إني أقدر أتنفس بدون خوف. خلال هذه الفترة أنا كنت ببيت صقر. بعدها رجع من المستشفى وكنت على أساس أروح أعيش عند عماني، لكن كل واحد منهم جاب عذر وقال اقعدي ببيتك وحنا إذا نقصك شيء نجي نجيبه لك. كنت أبكي وقتها وودي إني أشكر صقر على اللي سواه وأعتذر بنفس الوقت، بس ما شفته. يعني خلال ذيك الفترة ما شفته ولا مرة. إلا دق باب بيتي. أنا عبالي واحد من عماني جاي بيعطيني أغراض. فتحت الباب إلا هو صقر. يوم شفته أول شيء قلت له شكرا وبنفس الوقت قعدت أتعذر. قال له لا أنا ما بسمع هذا الكلام، أنا جاي أعطيك حل. قلت وشو؟ قال هو بما أن عمان كل واحد يجيب عذر. قلت وش دراك؟ قال أنا قاعد أتابع قضيتك. قال ودي إني أتزوجك وتجين تعيشين معي أنا وخواتي. يوم سمعت هالكلمة في البداية كنت بقول إيه، بس بنفس الوقت أنا بتزوج واحد متزوجي عن رحمة وشفقة. رفضت، بس هو أصر علي. قال بس زواج عشان أساعدك، بعدها كيفك. إذا أنت مثلا دخلت الجامعة وتوظفتي وصرتي تقدرين تقفين بنفسك خلاص روحي وراح أتركك ولا راح أطلب منك ولا شيء. ترددت وقلت ليه بتساعدني؟ قال أنا وعدتك إذا احتجتي شيء أنا بكون موجود. هذا الحل أفضل حل لك حاليا وأنا ما راح أطلب منك ولا شيء. يعني تعيشين بس بالبيت، أتزوجك عشان تعيشين معانا. المهم أنا هنا وافقت ورحت فعلا أعيش معهم. أول شهرين كان زواجنا بس على الورق وما بيننا أي شيء، بس أنا بديت أتعلق فيه. حتى حسيت إنه هو بدأ يحبني. كان دايم يهتم فيها ويسأل عني ويراعيني. حتى خواتها صاروا يقولون لي واضح إني أحبك، ليه ما تصيرون جد أزواج؟ كنت أقولها لا، وشو هذه بايخة، هو بس بيساعدني. المهم مرة من المرات وأنا راجعة من المدرسة إلا لاقي البيت فاضي وما في إلا صقر. سألت عن البنات قلت وينهن؟ اليوم ما داومن. قال راح عند خالتهن أسبوع ويرجعن. البيت فضى لي أنا وصقر. مع الوقت كنا نتجاهل بعض وكنت أرتبك قدامه عكس يمكن خواتها فيه كنت ما أستحي. صرت أستحي وأخجل. إلا مرة من المرات قال أنت الحين تدخلين الجامعة ودك تدرسين بسكن الطالبات ولا بتكملين معانا؟ طالعت فيه وقلت ودي أستمر أعيش هنا. إلا هو يعترف إنه يحبني من زمان. بعدها صرت أنا وياه جد أزواج وعشت معاهم. الحمد لله الحين حياتي أفضل. أبويا ما عاد صرت أتواصل معه ولا شفته ولا بعرف عنه ولا شيء. بإذن الله إني أدخل الجامعة وأدخل أحلى تخصص وأقدر أعتمد على نفسي